لا أعتقد. لا أعتقد لأسباب. أولا، أنصار الإسلام امتداد لحركات أخرى إسلامية سبقتها، كالحركة الإسلامية والجماعة الإسلامية والجيش الإسلامي. الإسلاميون في كردستان كالإسلاميين في فلسطين، فصيل من حركة تحرر قومي. والقومية لا أقصد بمعنى علمانيتها، أو لنقل الوطنية. أنصار الإسلام في كردستان يشبه الإسلاميين في فلبين، في كشمير، في فلسطين، في البوسنة القديمة أو في كوسوفا، جزء من حركة تحرر الوطني. فهذا منطلقنا بالأصل، كان هكذا أيضا. ولما جاء الاحتلال، فرضية الجهاد كانت تستوجب قتال الاحتلال، ولذلك الأنصار تركوا المناطق الكردية ودخلوا إلى مواجهة الأمريكان في الموصل والرمادي والديالى وبغداد وغيرها. فأنصار الإسلام، وإن كان الآن طبعا لم تبقى كما كانت، لكن أقصد أن الإسلاميين الأكراد هم وطنيون كبقية الأكراد. هذا حزب ديمقراطي الكردستاني الليبرالي، وذاك حزب اشتراكي من الاتحاد الوطني الكردستاني وكردي أيضا باشتراكيتي، وذاك إسلامي بإسلاميتي، لكن كلنا نشترك في القواسم المشتركة في مطالب الأكراد. فأنا لا أعتقد أن، وأيضا بلا شك يكون أفراد من الأكراد يذهبوا إلى جماعات أخرى، لأن لكل الناس حريتهم.